فن التغافل. التغافل اليوم من ضروريات الحياة ومن أسباب الراحة، وتعلمه والتدرب عليه يكسب الشخص مهارة أرباحها المعنوية أضعاف أرباح المهارات المادية. فن التغافل هو فن السلوك الحكيم في حياة الفرد والمجتمع، وهو مفهوم يعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الإنسانية والتعامل اليومي مع الآخرين. التغافل أسلوب يستند إلى الحكمة والنضج العاطفي، ويعزز السلام الداخلي، ويؤدي إلى الحفاظ على العلاقات الإيجابية. عندما نتحدث عن التغافل فإننا نشير إلى القدرة على التحكم في ردود الفعل العاطفية وتجاهل السلبيات المحتملة. التغافل استراتيجية تسمح لنا بالتعامل مع الصعاب والتحديات بطريقة هادئة وبناءة. يعتبر التغافل أداة فعالة في تجنب الصراعات العقيمة والمشاحنات العاطفية التي قد تفسد العلاقات الشخصية والاجتماعية. أحد الجوانب الرئيسية للتغافل هو القدرة على عدم الاستجابة للإهانات والتجاوزات الشخصية. التغافل إذن قدرة تمكننا من التصرف بصورة ذكية ومنضبطة في وجه المواقف الصعبة، بدلاً من الاندفاع والتفاعل بعنف أو غضب. التغافل يساعدنا على الحفاظ على هدوء الروح والتفكير الواعي، مما يمكننا من اتخاذ القرارات الصحيحة والتعامل بليونة في الظروف الصعبة. إذن التغافل هو سلاح الحكماء في مواجهة الجهالة، وتعليم الروح لأن تمضي قدما دون أن تعود إلى الوراء. التغافل هو مفتاح السعادة في الحياة، هو فن تجنب الجدال دون أن تخسر الأعصاب. التغافل هو قوة العقل الذي يعرف أن يفلت من الضغوط الزائدة. التغافل هو سر السلام الداخلي. عندما يكون الصمت هو الرد الوحيد، فإن التغافل يكون السلاح الأقوى. التغافل هو ترك الآخرين يفعلون ما يريدون بينما أنت تفعل ما تحتاج إليه. هو استثمار الوقت والطاقة في الأمور التي تستحق ذلك. التغافل هو طريقة للحفاظ على الهدوء في عالم مشغول بالضجيج. التغافل هو إبقاء التركيز على الأشياء الجيدة وتجاهل الأشياء السيئة. التغافل هو أفضل رد على الاستفزاز وعدم التسامح مع الأشياء التي تؤثر في سلامتك العقلية. هو القوة الروحية التي تنشأ من الاستسلام والقبول. هو إظهار اللباقة والأدب حتى في أصعب الظروف. التغافل هو أسلوب حياة يساعدنا على تجنب الصراعات، هو مفتاح السعادة في العلاقات الشخصية، هو نوع من القوة الداخلية التي تمكننا من التحكم في أنفسنا. التغافل هو أكبر مظهر للشجاعة في بعض الأحيان. هو أفضل استراتيجية لتفادي النزاعات العاطفية،
هو علاج للقلق والاكتئاب في العلاقات الشخصية. هو الطريقة الأكثر سلاسة لتجاوز الأخطاء والعثرات. هو سر الاستمتاع بالحاضر دون أن يقيدنا الماضي. هو العلاج الفعال للعنف والكراهية في المجتمعات. التغافل هو القوة الداخلية التي تسمح لنا بالمضي قدما في الحياة. هو التأكيد الصامت على أهمية السلام الداخلي. هو الحل الوحيد للابتعاد عن العداوة والكراهية. هو استثمار في السلام الداخلي وسعادة النفس. التغافل هو عمل فني يتطلب توازنا داخليا وثقة بالنفس، وتعليم العقل ليكون هادئا ومركزا في ظل الضغوطات. هو الطريقة الوحيدة للبقاء هادئا وسليم العقل في ظل الصعاب. التغافل هو التركيز على ما هو أهم وتجاهل ما هو غير ضروري. هو رد الفعل أكثر أناقة عندما يهاجمك الآخرون. هو السبيل للتعامل مع الأشخاص السلبيين دون أن يؤثروا عليك. التغافل هو قوة العقل التي تمكننا من تجاوز الظروف الصعبة. هو رحلة نحو السلام الداخلي والنمو الشخصي. هو استثمار الحكمة والسلام في كلماتنا وأفعالنا. هو فن الإبقاء على هدوء الروح في وجه التحديات. التغافل هو أفضل سلاح للمحافظة على الهدوء في الأوقات العصيبة. هو رد الفعل الأكثر ذكاء في حالات الضغط الشديد. هو السلاح الأقوى في مواجهة الجهل والتعصب. هو طريقة للتفكير الإيجابي في وجه التحديات. التغافل هو أفضل طريقة لتحقيق التوازن والسعادة في الحياة. هو تعليم النفس للتحكم في ردود فعلها. هو السر الذي يمكننا به تحويل الظروف السلبية إلى إيجابية. هو أسلوب الحكماء في مواجهة العدوانية والعنف. التغافل هو ترك الأمور تمضي في طريقها دون أن تتدخل. هو استراتيجية النجاح في العمل والحياة الشخصية. هو قوة تجعلنا نبقى هادئين وصامدين في وجه التحديات. ومع ذلك لا يعني التغافل التخلي عن الرأي الشخصي أو تجاهل الظلم، بل يعتبر التغافل فناً يتطلب التوازن والحكمة. يتعين علينا أن نتعلم كيفية التعبير عن آرائنا ومشاعرنا بلطف واحترام، مع الحفاظ على السلامة العاطفية لأنفسنا وللآخرين. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم بحول الله تعالى.